ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة هنعمل اسهل واسرع والذ فطاير من الجلاش. من غير ما تعجني ومن غير فرن هتعمليها، مش هتاخد معاكي وقت خالص. انا اخدت الاول معلقة توم مفروم، حطيت عليها 5 معالق مايونيز و3 معالق كاتشب سبايسي. قلبتهم بقى مع بعض كويس كده وركنتهم. دلوقتي جبت الجلاش بتاعنا، هاخد كل ورقتين مع بعض. هتاخدي الورقتين هتفرديهم وتدهنيهم بسمنة او بزيت لو تحبي، بالفرشة كده دهنة خفيفة بالشكل ده. وبعدين هنحط عليهم معلقتين من الكاتشب على المايونيز، الخليط اللي عملناه ده، معلقتين صغيرين. وبعدين طبقة من الجبنة الموتزاريلا. وبعدين حطيت حبة بسطرمة مقطعاهم كده صغير، وفلفل ألوان متقطع برضو مكعبات صغيرة، وزيتون أخضر، وبعدين جبنة شيدر. وقفلت بالشكل ده، ودهنة خفيفة تاني من بره كده، وبعدين تقفلي كده. سهلة خالص وسريعة جدا. الحشوات بقى غيريها براحتك. يعني أنا عملت مثلا بالبسطرمة كده زي ما شفتي، عملت بنفس الطريقة اهي، بس حطيت بسطرمة على لانشون ميكس كده بالشكل ده. عملت واحدة تانية مثلا بالستريبس، فراخ ستريبس وبطاطس محمرة. ممكن بقى انت لو عندك بواقي لحمة، عصاج لحمة مثلا، ممكن لو عندك بواقي فراخ حتى لو مسلوقة، قطعيها كده واعمليها بنفس الطريقة. حطيها في الجلاش كده بنفس الطريقة. ممكن تعملي جبن بس، او ممكن تعملي خضار، بطاطس محمرة وجبن. يعني غيري بقى في الخلطة براحتك. عملت برضو واحدة كده بنفس الطريقة بالجبن، وبعدين فراخ ستريبس وبطاطس كده محمرة، والزيتون برضو والفلفل الألوان والجبنة الشيدر، وقفلت. زي ما بقولك بقى الحشو ده بتاعك. وبعدين الكمية برضو حسب العدد عندك. يعني انت كده عرفتي ان كل واحدة بتاخد ورقتين جلاش، فتعملي بقى لفة او لفة ونص مثلا حسب العدد. حطيت بقى زبدة كده في الطاسة، ولما سخنت النار طبعا تكون هادية، واللون يبقى ذهبي جميل كده. وبتاخد على كل جنب دقيقتين تقريبا. بعد ما تطلعيها تحطي برضو دهنة زبدة تاني، او سمنة او زيت اللي يريحك. وتطلع بقى جميلة كده، حلوة قوي، هتعجبك وسريعة جدا. وبألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.